بما انه الحراره وصلت 45 درجه في قنيطره قربنا ندوبو، قررت نقاد هاد الطرد الحامض كتجي بارده ومنعشه تبرد علينا في هاد الصهد. غادي نحتاج اي بسكوي متوفر نطحنو مزيان، من بعد نضيف ليه زبده مذابه ونعاود نطحنو حتى يتجمع ليا على هاد الشكل. نديروه في مول اللي القطر ديالو 20 سنتيم، نديروه في الثلاجه يبرد وندوز نحضر الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها 2 علب ديال الكريمه ديال الخفق ديال اولا كدير 5 دراهم وكتعطينا كميه اللي هي كبيره. نحتاج معاها كاس ديال العصير ديال الحامض مع كاس ديال الحليب المركز المحلى. الا بغيتو طريقته خليوها ليا في التعاليق. نديرها كطبقه ثانيه وندخلها للمجمد ساعه ديال المكانه. الا وصلتوا حتى لهنا في الفيديو ما تنساوش تخليو لايك وكومونتير زوين وتقييمكم الوصفه. الطبقه الثالثه ضفت فيها كاس ديال عصير الحامض مع كاس ديال الماء، سكر سنيده، 2 معالق ديال كريم باتيسير درتهم على عافيه معيله حتى تعقدوا. من بعد ضفت شويه ديال الزبده وغادي نديرها كطبقه ثالثه. ممكن هاد الطبقه هذه ما ديروهاش الا ما بغيتوش. نعاودوا ندخلوها للمجمد تبرد وتشد في راسها ونقدموها، ونتمنى الوصفه تنال اعجابكم وبالصحه والراحه.